الفترة اللي فاتت الجامعات الأهلية بقت الخيار الأول لمعظم الطلاب اللي ربنا بيوفقهاش أو اللي الكليات الحكومية بتقف معاها على كام درجة، وده يعتبر لأسباب كتير ومميزات كتير للجامعات الأهلية على الجامعات الخاصة، وهنعرفها كلها في الفيديو ده. أنا جاي لك من المستقبل حرفيا وبخبرة سنتين في جامعة أهلية علشان أجاوبك على كل الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور في بالك في الفترة دي، وكل الأسئلة اللي مش عارف توصل لإجاباتها بسبب إن مفيش أخبار كتير منتشرة تخص الجامعات الأهلية، وده طبعا بسبب إنها لسه جديدة. السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم دكتور عمر صبري، طالب في الفرقة الثالثة في كلية الطب جامعة الزقازيق الأهلية. بسبب إني كنت مكانك قبل كده وكنت محتار برضو، فقلت أجيلك من المستقبل أعرفك كل حاجة تخص الموضوع ده، بحيث تكون فاهم وعارف وحاطط خطط بديلة لكل الاحتمالات. أو لو أنت سمعت عن الجامعات الأهلية وحابب تعرف أكتر عنها، فأنا هعرفك كل حاجة تخص الجامعات الأهلية، زي مثلا يعني إيه أصلا جامعة أهلية، وإيه الفرق بينها بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، إيه هما الجامعات الأهلية وأماكن تواجدهم بالظبط، وإيه الفرق بين الجامعات الأهلية الجديدة والجامعات الأهلية القديمة، تنسيق الجامعات الأهلية وطريقة تقديم لكل جامعة، مصاريف ومميزات وعيوب كل جامعة منهم إيه، بالنسبة لطلبة الأزهر هل ليهم إنهم يقدموا على الجامعات الأهلية ولا لأ. فانت لازم تكمل الفيديو ده للاخر لان فيه كلام كتير مهم جدا لازم تعرفه. فاعمل لايك ويلا بسم الله. اول حاجه يعني ايه اصلا جامعه اهليه؟ مبدئيا كده جامعات الاهليه جامعات حكوميه. جامعات حكوميه ازاي يا عم انت؟ والله زي ما سمعت كده جامعات الاهليه اصلا جامعات حكوميه تم انشائها عن طريق الحكومه، وبتخضع للمجلس الأعلى للجامعات، غير هادفة للربح، وتتبع في نظام الجامعات الحكومية اللي موجودة في نفس المحافظة. يعني مفيش فرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية غير في المصاريف بس، تقريبا نفس النظام نفس المناهج نفس الدكاترة، وده في معظم الجامعات. إنما الجامعات الأهلية طبعا بتتفوق في حتة إنها لسه جديدة، فطبعا مبادئ أجدد وأحسن، طرق تدريس أفضل ونظام أحسن، وده طبعا بيكون أكتر في الجامعات الأهلية القديمة لأنها بقالها كذا سنة، عكس الجامعات الجديدة اللي بقالها حوالي سنتين بس. طب إيه الفرق بينها وبين الجامعات الخاصة؟ من اسمها كده جامعات خاصة يعني بتخص شخص معين أو مجموعة من الناس، يعني مملوكة لأشخاص معينة، مجموعة مستثمرين مثلا أو رجال أعمال. إنما الجامعات الأهلية مملوكة للدولة بس، الاتنين تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات. طبعا الجامعات الخاصة مصاريفها أعلى من الجامعات الأهلية حبتين كده، وفي بعض الجامعات الخاصة الحبتين دول بيوصلوا لتلات أربع خمس حبات كده، على حسب اعتماد الجامعة ونظامها وطرق تدريسها وحاجات تانية بتختلف من جامعة لجامعة، وعلى أساس كده بيحددوا سعر الكلية نفسها. طب إيه هما الجامعات الأهلية؟ الجامعات الأهلية في مصر بتتقسم لحاجتين، جامعات أهلية قديمة وجامعات أهلية جديدة. هقول لك الفرق بينهم كمان شوية. نبدأ بالجامعات القديمة، وهما جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة العالمين، جامعة النيل. طب وإيه هما الجامعات الأهلية الجديدة؟ هما حوالي 12 جامعة. هنبدأ بالأعظم طبعا جامعة الزقازيق الأهلية، بعد كده هيجي جامعة إسماعيلية الأهلية أو قناة السويس الأهلية، بعد كده شرق بورسعيد الأهلية، بعد كده اسكندرية الأهلية، بعد كده بني سويف الأهلية، بعد كده جامعة المنوفية الأهلية، بعد كده جامعة بنها الأهلية، بعد كده جنوب الوادي الأهلية، بعد كده جامعة أسيوط الأهلية، بعد كده جامعة المنيا الأهلية، بعد كده جامعة حلوان الأهلية. دول 12 جامعة اللي تم افتتاحهم سنة 2022، يا رب ما نكون نسينا أي جامعة منهم. طب إيه الفرق بين الجامعات الأهلية القديمة والجامعات الأهلية الجديدة؟ هنعمل زي مقارنة بسيطة كده بين الجامعتين. أول حاجة الجامعات القديمة تم افتتاحها سنة 2020، إنما الجامعات الأهلية الجديدة تم افتتاحها سنة 2022. الجامعات القديمة كنظام أفضل وأحسن من الجامعات الجديدة لأنها لسه يعتبر أحدث، فالنظام لسه فيه لخبطة شوية، إنما أعتقد في بداية السنة الجديدة هيكون نظام بقى أفضل.
الكليات القديمة تجهيزها أفضل من الكليات الجديدة في بعض الجامعات لسه في كليات في مباني لسه مخلصتش والمعامل والحاجات دي، بس برضو أعتقد على بداية السنة هيكون كل حاجة خلصان. أما من حيث المصاريف فالجامعات القديمة أعلى حاجات بسيطة من الجامعات القديمة بسبب إن الإمكانيات أحسن والنظام أفضل، بس الحد الأدنى بتاعها بيكون أقل لأنها بتعتمد في القبول على نظام تاني مختلف عن الجامعات الجديدة، هنتكلم عنه برضو في الفيديو. نيجي لسؤال: هل طلبة الأزهر مسموح ليهم إنهم يقدموا على الجامعات الأهلية ولا لأ؟ المعروف لحد دلوقتي إن طلبة الأزهر مسموح ليهم إنهم يقدموا في الجامعات الأهلية القديمة بس، اللي هم الأربع جامعات اللي قلناهم في الأول: الملك سلمان والجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة. إنما الجامعات الأهلية الجديدة مش مسموح ليهم إنهم يقدموا فيهم لأنها بتكتفي بس بطلبة العام أو التربية والتعليم وطلبة المعادلات الأجنبية أو العربية، أو يعني الطلاب المحولين من الدول العربية زي السعودية وقطر والإمارات وكل الدول العربية دي. وكمان الطلبة الأزهرية عشان يتقبلوا في الجامعات الأهلية القديمة بيعملوا زي نظام معادلة كده، بيحذفوا منهم مجموع المواد الأزهرية وبيفضل بس مجموع المواد العلمية، وعلى أساسها بيحددوا هل الطالب ده هيتقبل في الجامعة ولا لأ. نيجي لتنسيق الجامعات وهي بيختلف من جامعة لجامعة، وكمان بيختلف من الجامعات القديمة للجامعات الجديدة بسبب طريقة القبول. بالنسبة للجامعات الجديدة أول سنة اللي هي سنتي كان التنسيق جماعي لكل الطلاب، يعني كنت بتدخل على موقع والموقع ده فيه كل الجامعات بكل الكليات اللي في الجامعات دي، وانت بتحدد الكلية اللي انت محتاجها أو الكلية اللي انت عاوزها، وعلى أساس مجموعك كان بيجيلك الكلية أو كان بيجيلك زي جواب ترشيح كده للكلية اللي مجموعك جايبها ومكان الكلية دي. نفس نظام التنسيق العادي اللي كل الطلبة بيتقدم عليه بعد النتيجة ما تظهر خالص. أما السنة اللي فاتت فلا، كل جامعة عملت تنسيق داخلي خاص بيها، يعني الطالب أو الطلبة كانت بتقدم في الجامعة دي سواء بتقدم أونلاين أو بتروح الجامعة نفسها تقدم بورقها، والجامعة هي اللي كانت بتعمل تنسيق داخلي وتختار أعلى مجاميع من الطلبة المقدمة حسب مجموعها. يعني مثلا الجامعة عاوزة مثلا وليكن 200 طالب ومقدم ليها مثلا 400 طالب، هي بتختار أعلى 200 طالب من الناس اللي قدمت. حاسس إن الفيديو بوقته كبير للأسف، فهنضطر نوقف الفيديو لحد هنا، وهنعمل جزء تاني نكمل فيه بقية الكلام اللي اتكلمنا عليه. هنتكلم عن طريقة التقديم في كل جامعة، ليه الجامعات القديمة مجموعها أقل من الجامعات الجديدة، وإيه الطريقة اللي بتقبل الطلبة على أساسها، مصاريف كل جامعة من الجامعات للسنة الجديدة. فتأكد إنك عملت سبسكرايب عشان أول ما الفيديو ينزل إن شاء الله يوصلك، وتأكد إنك عملت لايك وشير الفيديو ده لأصحابك يمكن حد منهم يستفاد، ولو في أي أسئلة سيبها في كومنت وإن شاء الله هرد عليك. يلا شباب، سلام.